جوزي نقل لي مرض الايدز، ويا ريته كان بيخوني. الكارثه اللي انا اكتشفتها ان بيعمل حاجه اصعب من كده، ودي كانت صدمه عمري. واحده بعتت قصتها للصفحه وبتحكي فيها وبتقول: انا متجوزه جوزي من 25 سنه، خلفت منه ولدين. الولد الكبير اتخرج من الجامعه وهو عنده 24 سنه دلوقتي، والولد الصغير عنده 12 سنه. كنا عايشين حياة طبيعية وكنا بنحب بعض أنا وجوزي، وطول عمري بحترمه وبقدره وبحمد ربنا كل يوم إن أنا اتجوزت واحد زي ده، خلوق ومؤدب وبيصلي ويعرف ربنا. وفي يوم لقيت ابني تعب، ابني الصغير تعب، اتصلت على ابوه علشان نيجي نوديه للدكتور، وفعلا رحنا علشان نكشف عليه. وبعد ما كشفنا عليه رحنا على الصيدلية علشان نشتري العلاج. وهنا ابوه طبعا من كتر الضغط ومن كتر اللخبطة ساب الموبايل بتاعه في قلب العربية ونزل علشان يجيب العلاج. لما ساب الموبايل انا قعدت اسمع حاجات جاية على الموبايل، رسائل كتير جاية على الموبايل، وكنت مستغربة ايه الرسائل الكتير دي. وكان ساعتها كان الموبايل الباسورد بتاعه مفتوح لانه ما قفلش حاجه وكان لسه بيتكلم فيه، وسابه ومشي. وانا طبعا عمري ما فتشت في موبايل جوزي، بس حب الاستطلاع عندي، عايزه اعرف الرسائل الكتير اللي جايه ورا بعضها دي بتاعت ايه. وفعلا مسكت موبايل جوزي ويا ريتني ما مسكته. شفت منظر عمري ما كنت اتخيل ان انا اشوفه على موبايل جوزي. شفت صور رجاله باشكال مختلفه باوضاع مختلفه، وطبعا اول ما شفت المنظر ده اتصدمت. ببص لقيته مشترك في جروب، وفي جروب على الواتساب، والجروب ده خاص برجالة، وطبعا الرجالة دي مش طبيعية وناس شاذة. طبعا اول ما عرفت كده سكت وما اتكلمتش، وقلت لا بالتأكيد في حاجة غلط انا مش فاهماها. وبعدها بكام يوم لقيت جوزي قاعد بيتكلم معايا وكان تعبان، ولقيته بيناديني بيقول لي: انا زعلتك في حاجة؟ قلت له لا. قال لي: انا طول عمري بحبك ودايما بشكر ربنا عليكي. وقعد يقول لي: انت حبيبتي واوعي تكوني زعلانه مني في يوم من الايام، وكلام كتير كده كنت بستغربه. بس قلت له لا انا مش زعلانه وانا زي الفل ومفيش اي حاجه، وما قدرتش اكلمه في اي حاجه لان كنت حاسه ان هو تعبان، وقلت ده من اثر التعب اللي عنده. وبعدين لما التعب عنده اشتد قوي قلنا له لازم نروح نكشف لحسن يكون عندك كورونا. وفعلا اخدناه ورحنا كشفنا، وهنا الدكتور اول ما شافه قال لنا: لا هي شكلها مش كورونا، انا شاكك في حاجه تانية. طبعا بعد ما قعد يقول له على الاعراض اللي عنده، الدكتور حولنا علشان خاطر نعمل بعض التحاليل، وفعلا عملنا التحاليل. وبعد كده روحنا ورحنا انا وابني الكبير علشان نستلم النتيجة. وهنا كانت المفاجأة وانا بسأل الدكتور بقول له: ايه الاخبار، الدنيا فيها ايه، اخبار صحته ايه؟ الدكتور سكت وقال لي: انا مش عارف اقول لك ازاي ومش عارف اجيبها ازاي، بس انا لازم اقول لك علشان تاخدوا احتياطاتكم هناك في البيت وتعرفوا مصيركم ايه. قلت له: ايه بالظبط اللي موجود؟ قال لي: جوزك عنده الايدز. طبعا اول ما قال لي الكلمه قلت له: عيد تاني، انت بتقول ايه؟ يعني ايه ايدز؟ قال لي: للاسف ده مرض بيجي من عدة أشياء، فممكن يكون بياخد مخدرات أو بياخد حقن، فممكن يتنقل عن طريق الحالة دي، وممكن على حالة تانية عن طريق الاتصال الجنسي بيتنقل المرض. أنا أول ما سمعت أول حاجة جت في دماغي إن هو بيخوني. وبعد ما روحت مسكت الموبايل بتاعه أنا وابني علشان أنا مش بفهم في الموبايلات قوي، وفتحناه وعرفنا الكارثة الكبيرة اللي أكبر من الدكتور اللي كان بيتكلم. هنا دخلت شفت لقيت جوزي بينه وبين رجالة كتير رسائل، وطبعا الرسائل دي أنا مش عايزة أوضح أكتر من كده، بتبين إن جوزي إنسان شاذ. أول ما عرفت كده اتصدمت وابنه اتصدم، وما قدرناش نقعد ساكتين. وهنا رحنا عليه على طول علشان خاطر نواجهه ونقول له على الكارثة اللي هو بقى فيها واللي حطنا فيها. أول ما سمع طبعا مننا اللي احنا عرفناه وشفناه قعد يعيط وانهار، وقعد يتحايل علينا ويقول لنا: سامحوني انا مش قصدي، والله دي حاجه غصب عني، وانا تبت وانبت الى الله، وقفوا جنبي وما تسيبونيش. وهنا من كتر ما عيط وقعد يستعطفنا صعب علينا وطبطبنا عليه وقلنا له: خلاص احنا هنقف جنبك علشان تاخد كورس العلاج وتخف. وفعلا بدأ في كورس العلاج. وهنا رحت للدكتور، والدكتور قال لي: لازم كمان انت تعملي تحاليل وعيالك يعملوا تحاليل، لان احتمال كبير قوي يكون نقل لكم المرض. وفعلا عملنا التحاليل انا والاولاد، وللاسف انا لقيت ان انا اتنقل لي المرض، بس الحمد لله الاولاد طلعوا بخير، ومن ساعتها واحنا بناخد الاحتياطات اللازمه علشان يحافظوا على نفسهم. وبعد مدة وبعد ما أخدنا العلاج وبدأت الحالة بتاعتنا تستقر والدكتور طمنا، ببص لقيته ماسك الموبايل بتاعه
وبيتكلم في نفس الكلام وفي نفس الجروب. وهنا اول ما شفت ده انهارت عليه ومسكته انا وابنه الكبير وقلت له اللي انت بتعمله ده ما يصحش وكده عيب، كفايه اللي انت عملته لنا، انت مش مدرك انت عملت ايه، انت خربت البيت، انا بسببك بقيت صاحبه مرض والله اعلم انا هعيش منه ولا هموت، واحمد ربنا ان ولادك عدت عليهم بخير، كفايه شكلك اللي بقى قدامهم. وقعدت اديله كلام كتير وهو برده مفيش فايده، ويكلمني بشكل وحش وقال لي انتوا مالكوش عندي حاجه، هو انتوا كاسرين عيني، انا حر اعمل اللي انا عايزه، ده بيتي وانا حر فيه، وانا راجل البيت، وانا اللي اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، وقفل الدنيا قدامنا كلها وزعق. وبعد كده لم هدومه وساب البيت وحلف ان هو ما هيخشه ولا هيصرف على الاولاد. انا اول ما عرفت كده اتصلت على اخويا، واخويا جه وحكيت له الموقف وحكيت له اللي حصل. وهنا اخويا اتفاجئ وقال لي خلاص سيبك منه خالص، وانا هتكفل بالبيت وما تتصلش عليه، وحاولي ان انت تفكري في موضوع الطلاق، لان متهيألي هو كده مش هينفع يعيش معاكوا تاني بعد اللي انت قلته لي. طبعا انا دلوقتي احنا فعلا هو قطع خالص معانا وما بيتصلش على الاولاد ولا بيكلمنا. وانا لما رحت عملت تحاليل الدكتور بدأ يطمني ويقول لي خلاص انتوا في مرحلة الشفاء وان شاء الله المرض يختفي خالص. وبعد كده انا حاولت ان انا اتصل عليه علشان احاول ان انا اصلح منه واحاول ان انا الم شمل البيت، وهو برضو ما فيش فايدة. وبكده انا مش عارفة اعمل ايه، لان اخويا قال لي لازم تطلقي، وانا في نفس الوقت مش عايزة ادمر البيت ولا اخربه، ومش عارفة اختار ما بين الاتنين. بس بالنسبة للحالة المادية اخويا بيصرف علينا متكفل بكل شيء، فاحنا مش محتاجينه ماديا، بس انا محتاجة ان هو يقعد في وسطنا انا والعيال علشان خاطر ما نخربش بيتنا. فقولوا لي انا اتصرف ازاي او اختار ايه بالظبط؟ هل اختار ان انا اتطلق زي ما اخويا بيقول لي، ولا اقعد معاه علشان خاطر العيال واحاول ان انا اتصل عليه واراضيه باي طريقة لحد ما يرجع البيت؟ مبدئيا انا مستغربة انت بعتة علشان تعرفي رأينا في ايه. هو الموضوع اصلا انا اول مرة اضحك والله العظيم عشان قصة هي مش ما فيهاش مأساة خالص. هي في واحد مرتد اصلا، يعني هو واحد مفيش علاقة بينه وبين ربنا. يعني اللي احنا بنشوفه ده او اللي انت بتقوليه ده، اللي انت بتقوليه دلوقتي ده انسان قوم لوط. يعني هل انت عايزة تعيشي معاه تاني؟ فده السؤال، هل انت هتعرفي تعيشي معاه تاني؟ يعني بعد اللي انت شفتيه وبعد المرض اللي نقلهولك وكان ممكن ينقله لاولاده بس ربنا ستر، انت بأني منطق عايزه تكملي معاه؟ يعني انت بتساليني دلوقتي ما بين الجنه وما بين النار اختار، يعني انت ما فيش حل تاني. يعني انت كون ان انت تطلقي منه دي الجنه، وكون ان انت تقعدي معاه دي النار. يعني واحد زي ده ضرب بكل عرض الحائط كل الاساسيات الحياه والدين واللي اتقال في القران، وواحد مقاوم لوط، هتعيشي معاه ازاي؟ يعني انت بتسالي في ايه؟ بتسالي هتعيشي معاه؟ هتكملي معاه؟ نقل لكم مرض خطير، والدكتور اللي قالك ان انت نسبه الشفاء عاليه كذاب، لان دي شهور، واقل حاجه بسيطه لو دور برد بيضيعك او بيوديكي، يعني لا قدر الله، يعني ربنا يديك الصحه وطولة العمر، بس اقل حاجه لان عندك المناعه مفيش، زيرو مناعه. فاي حد يقولك المرض ده بيعدي وفي طريق للشفاء ده بيكذب عليكي. فدي مصيبه بكل المقاييس، نقلها لك ونقل لعيالك العار. ولو حد عرف، ويا ريتك ما كنتش قلتي لاخوكي اصلا، لو حد عرف طبعا كده انت دمرتي البيت بمعرفه اخوكي، لان لو عنده بنت مش هيجوزها لعيالك لان هيخاف، لو حد عنده اي بنت مش هيجوزها لابنك. انا عايزه اقولك الحقي ما تبقى من البيت ده وتطلقي منه وطلعوه بره حياتكم. ده اللي انا اقدر اقوله لك، وده الحل الوحيد اللي ممكن تعمليه. اما عيالك اللي انت قاعده بتقولي عشان يتربوا في وسطنا، مين اللي يتربوا؟ ده ابنك بسم الله ما شاء الله اللي قده عنده عيال، هيتربى في وسطكم ازاي يعني؟ والتاني 12 سنه مش صغير برضه، ومش لازم تقولي له حقيقه ابوه علشان العيال دي كفايه الكبير. يعني الكبير يقدر يوزنها اكتر من الصغير، اما الصغير لو عرف هتبقى كارثه. يعني انت هتدمري كل اللي الواد ده اتأسس عليه. اي حد بيبص لابوه ان هو مثله اعلى، هتدمري كل ده؟ لا، ده احسن حاجه تعمليها وتخافي كمان على عيالك منه انك تطرديه بره حياتكم كلها. هو ده الحل، مفيش حل تاني ابدا. وده كان رايي، وانا هسيب راي المتابعين في الكومنتات وتقدري توصلي للحل اللي انت ترتاحي له انت وعيالك. دي كانت حكايتنا، خليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.